إحلاق البلوز إكسبريس. بهذه الطريقة غادي تختصروا في الوقت، وأيضا بهذه الطريقة ما غاديش يجيكم يابس من الفوق. إذا تبعوا مليح الخطوات وإن شاء الله تنجحوا في طريقة تحضيره. إذا بسم الله على بركة الله، الحاجة الأولى اللي نوجدوها بنفس الميزور اللي غادي نقيسوا به السميد، نقيسوا به الشربت، واللي هو عبارة عن 4 كيلات ماء ب2 كيلات سكر. نخليهم يطيبوا لمدة 10 دقائق، وما تنسوش طبيعة الحال القارص. بعد ما يطيب نزيد عليه 4 كاس تاع مزهر ونخلوه تكوتي. اذا هنايا نجيبوا السنيوه تاعنا اللي يعني نوري لكم بلي ما لازمش يفوت الاصبع تاعكم، يعني الظفر ما يفوتش. نستعملوا السميد الخشن، من الاحسن نشرو السميد تاع الميزان. فوالا، اذا بهذيك الكيله اللي خدمت بها يعني الشربات، ولا هذا الكيله، هذا الكاس تاع لا موتارد، استعملت بلاطو تاع 23.5 على 23 سنتيمتر. اذا هنا نحتاج الى 4 كيلات تاع السميد الحرش. فوالا، اذا بعد ما خيرت البلاطو تاعي نحط السميد تاعي كوتي، نروحوا مباشره الى الطريقه. بنفس الكاس نكيل كاس ونص تاع سكر، ونص كاس تاع مزهر، ونص كاس تاع ماء، نعم الماء. نزيد عليهم كاس الا اصبع تاع زيت. فوالا، وندير شويه تاع لافاني وقريصه صغيره تاع الملح. هنا نميكسي جيدا لمده 2 أو 3 دقائق حتى نتاكدوا بلي السكر تاعنا راهو ذاب كومبليتمون. هذا هو سر نجاحه. اذا هنا نحكم لو مول تاعي، ندهنه مليح بالمارغرين او بالسمن او بالزبده كيما تحبوا. هنا نسوي السطح تاعي جيدا وندير خطوط، يعني على جال لي باغ. هنا التزيين كيما تحبوا، درت له هنايا لي كاكاوات افيلي. هنا غطيت عليه وخليته يريح لمده 2 ساعات باش نحطه في الفرن يطيب. هنا بعد ما طاب يعني ماشي نص طياب، يعني بعد ما حمر لي جيدا هنا في الاحراف، ذوبت شويه تاع سمن مع شويه تاع مارغرين. هنا احرار، تقدروا ديروا مارغرين فقط او زبده او سمن. انا درت خليط بين المارغرين والسمن. نشربوا مليح من الفوق ونعاود نرجعوا الفرن، نشعلوا من الفوق ونطفي عليه. وهنايا كما راكم تشوفوا راه وجد. مباشره نحطوا الشربات تاعنا اللي هي بارده جيدا. فوالا، نكمل كل هذيك لا كونتيتي، نعاود نقطعوا مليح ونعاود نرجعوا الى الفرن، يعني يبات ليله كامله. فوالا، هذه هي الطريقه اللي تخليه يعني ما شاء الله، والنتيجه ما شاء الله. هنا هذه هي الوصفه المعتمده. اذا بون ابيتي تو الموند.